طب إحنا نعرف إمتى إن إحنا بدأنا نتعافى يعني؟ هل أصلًا أنا أقدر أشتغل على نفسي مع نفسي؟ وهل في بقى آه. مؤشرات للتعافي ده؟ في أدوات بنتعلمها، يعني أنا في مثلًا workshop كنت باعملها عن اللي هي بنسميها، أنا باحب أوي حتة الself compassion، إن self إحنا مثلًا compassion. دي جزء من الأجزاء اللي هي بتساعد الشخص إن هو لو اتعلم إزاي يبقى مش قاسي على نفسه، يبقى طيب مع نفسه، إن هو يقدر إمم، إن هو يبقى رحيم، إمم، وكمان هيبتدي يطبّق ده مع الآخرين، فالبيئة نفسها دي بتقدر إن هي تساعد الإنسان يبقى كويس. لو الشخص إمم، طبعًا ما ينفعش إن أنا آجي مثلًا شخص طول الوقت ما بينامش، بيشرب سجاير طول الوقت، إمم، بياكل أكل كلّه junk ومستنية إن جسمه إمم، يتعافى، يعني لا إمم، نفسيًا ولا جسديًا، معلش يعني. مفهوم. أنت برضه ما تبقاش تقول لي أنا مش عايزة أبقى عصبي وأتعصب وأنا باتعصب على طول وبتاع، وأفتكر إن ده trigger وأنت أصلًا شارب 10 Red Bull و ومش عارفة كام كوباية قهوة إمم، واكل طول النهار برّه البيت، وما فيش أي حاجة بتغذي يعني طب ما ده توتر، ما هي مش الRed Bull إمم، دي كافيين، ده إمم، بقى طبعًا. يعني فعشان كده باقول لك ما ينفعش أعرف واحد يعني أجيب الشخص من غير ما أعرف كل حاجة بيعملها، يعني أنا عشان أعمل لك program إن إحنا نتغيّر ونشوف إمم، المشكلة، أنا محتاجة أعرف أنت بتاكل إيه، بتشرب إيه، بتعيش يومك إزاي، اتعرّضت لإيه، بقى لك قد إيه ما فال نمتش، نمت فالأكل بيأثّر، الأكل بيأثّر والسجاير طبعًا، بتأثّر. طبعًا، إمم، إمم، الأكل ده core.